تمهيد للمحادثات قاموا الإسرائيليين بقتل عشرات الأطفال في جنوب لبنان، ودمروا كم قرية، ما حتى منزل، كم قرية دمروها. مشت بردا وسلام، جندي إسرائيلي في غزة قتل. كل الغرب قال إن محادثات السلام سترتبك وقد تفشل لأنه جندي إسرائيلي قتل في غزة. باهي لما قتلوا عشرات الفيران من أطفال شو اسمها لبنان، كلاب هذول العرب، كلاب اعملوا، خلينا نقولوا العرب حمير، حيوانات، كلاب دمهم مية، أما دم اليهود لازم. شو الاحتقار هذا؟ الموت أفضل يضربوا لي بقنبلة ذرية أحسن. احنا ندعوهم بكرة يضربون بكل قنابل الذرية بتاعهم، أفضل 1000 مرة من نعيش مثل هذه النوع. إن الأمة العربية عبارة عن حيوانات. يقول لك العربي قالوا هذول حمير، كلاب، جربوا عليهم الكروز. أطفال العراق هذول، أطفال العراق هذه فيران، جربوها كيف تجوع وكيف تموت من الجوع. إذا نقص الحليب عن الطفل كيف يموت بأي طريقة، جربوا، اجروا تجارب أطفال العراق. هذه أمة مضبوطة عندهم الحق. إذا أمة قبلت بهذا الوضع أمة حقيرة، وأن يبدو أن هي جدها كلب ولا حمار، ولا احنا ماناش بنادمين، مش أوادم بك، مش فصيلة آدم أبدا. الآدميين هم الأمريكان والإنجليز والفرنسيس والإسرائيليين، إيه هذوم اللي أوادم. أما العرب هذوم فيران، حيوانات بهذا الشكل بالضبط. هذا كيف يعاملوا فينا. في جريدة ولمس كتبت قالت العرب يجب ما يتجهوا لمجلس الأمن، يتجهوا لجمعية الرفق بالحيوانات. أنا نأيد هذه الجريدة 100%. هذا كلام صحيح والله. العرب ما دام حطونا عاملونا حيوانات، يجب نمشي لجمعية الرفق بالحيوان، يرفقوا بأطفال العراق وأطفال ليبيا وأطفال لبنان. تصوروا لو كان الأطفال اللي ماتوا في ليبيا والله ماتوا يموتوا الآن في لبنان هم ماتوا من أمريكا ولا ماتوا من إسرائيل، لكن كل القنابل الذرية ألقيت فوق الكرة الأرضية. ليش؟ لأن إنسان قتل. أما العربي، طفل عربي، هذا فار. شو الحياة الحقيرة الذليلة هاي اللي بيبغوا يحطونا فيها؟ ايه خلاص احنا لازم نقرر نبغى نموت. احنا بنرحب بالموت وبنقول ارجوكم ده ايه، نديروا طلب ضربونا بالقنابل الذرية. احنا لو عندنا قنبلة ذرية كنا نرميها على انفسنا.